عملية أخطر. لو شفنا مثلا علامة سلحفة فدي أعضاء ذكر، وكل الذكور بيتشافوا بنفس الشكل بالظبط. الأنثى بقى عشان طول عمرنا التناكة واخدانا ولا يمكن نلبس فستان سلفة مرات أخو جارتنا لابسة زيه، مضطرين ننوع شوية في وصف الشكل اللي بندور عليه عشان نحكم إن دي بنوتة. الصورة الأولانية إني مش شايفة أي حاجة خالص، الرجلتين مفرودين ومش شايفة ما بينهم أي حاجة، فأوكي كده دي بنوتة. الصورة التانية إني أشوف علامة زي ساندويتش، يعني اسمها في الكتب ساندويتش ساين. العلامة التالتة إنك شايف رمز يساوي equal sign. طيب حلو قوي، الموضوع واضح اهو. اللخبطه هتيجي منين بقى؟ اولا لو كان تاريخ الفحص مبكر زياده، الشهور الاولى تحديدا بين الاسبوع ال11 وال14 الاعضاء التناسليه بتكون لسه بتتكون، بيكون شكل القضيب قريب جدا جدا من شكل البذر في البنات، يعني ممكن فعلا الجنين يكون ولد بس الاعضاء لسه مش واضحه كفايه. ثانيا زاويه التصوير وجوده الجهاز. بصي معايا كده، الفيو ده هيهيأ لك ان انت شايفه بين الرجلين حاجه. طب تعالي نفس الجنين تاني نغير زاويه التصوير ونجيب الفيو اللي اتفقنا عليه، اللي هو تكون الاتنين فيمرز عظمتين الفخذ مفرودين، هتلاقي ان الوضع اختلف خالص ودي بنوته. تالت سبب او تالت احتماليه وضعيه الجنين، بيبي زي البرنس ده اللي حاطط رجل على رجل كده عند مستوى الانكل، بالظبط كأن انت شايفه بيبي قدامك وعامل الوضع ده. قادره تحكمي البيبي اللي في الصوره ده ولد ولا بنت؟ رابع حاجة في الاحتمالات الخطأ البشري. جل من لا يسهو